جمهور حب وحنان جمهورك الكبير ناطرك برا بكل حماس. حب وحنان قد الدنيا، وإن شاء الله نعمل لكم اليوم ليلة حلوة مثل السنة الماضية ومثل دائما، لأنه بيستاهل كل الحب والأمل. بتعرف انه انت قدوة لكتير من جيل الشباب، وهيدا الشيء بيعطيك بعرف يمكن طاقة سعادة وبنفس الوقت بحملك مسؤولية، صح؟ ايه اكيد بحملني مسؤولية، واكيد بنبسط بهذا الشيء، بس كل ما عم يعتقل الامر المسؤولية كل ما بيكون اصعب على الانسان. ان شاء الله نكون حملة وقدها، لانه نكون بنمثل جيل بهذا العمر هو امر بحملني مثل ما عم بتقولي مسؤولية كتير كبيرة. ان شاء الله نكون قدها. يعني ضيو مع تامر حسني كسر الارض، يعني ما فينا ننكر هيدا النجاح اللي حققتوه سوا. اذا اعطيتك هلا خيارات بين فنانين، مين ممكن تكون عم بتأدي معه ضيو قادم؟ فضل او الاخرس او ادم او وائل كفوري؟ كل الفنانين حقيقة اللي عديتيهم إلي الشرف إني غني معهم، إن كان من الجيل الجديد أو من العظماء اللي ربينا عليهم. موسيقتهم حلوة وواصلة للقلب، وأنا شخصيا بسمعهم. وبس هي كيمياء، الموسيقى كيمياء، إمتى ما بتركب أنا حاضر دايما. المعجبات كتار حواليك، ما فينا يعني كمان نخبي هيدا الموضوع، وكل حفلة يعني في شيء بيطلع ترند. بس السؤال اللي يمكن بيراود الكل، هل الشامي تحت نصيبه ولا في حدا؟ حقيقة ما في حدا هلا بحياتي، لأني كتير ملتزم بشغلي. قلت هذا الحكي عدة مرات، ومركز على المسؤولية اللي كنت عم تحكي عنها، اللي عم حاول أديها بأفضل